اللي يزعلك ويضايقك في الماتش بتاع النهارده ده ان احنا لاعبين جيم حلو قوي، لاعبين ماتش ممتاز لحد الدقيقه 75. المدرب عامل شغل وفي بصمات للمدرب واللعيبه كلها حلوه النهارده. ناصر ماهر رايق وعبد الله السعيد عالمي وادم الكاد النهارده حلو قوي، والواد عبد الحميد علي كان عامل جيم ممتاز ودونجا رايق. اللعيبه كلها 10 على 10 النهارده، وفتوح كان كويس وصلاح مصدق مأدي في الحته اللي هو بيلعب فيها، والقلبين بتوع الدفاع كويسين. الماتش كان ماشي زي الفل. بس تقول ايه؟ انا قلت اقسم بالله، قلت ما ينفعش اللعيبه، هو ده عقاب ربنا عشان احنا ما اديناش للماتش بتاع جون اهميه. وطلعت قلت المدرب ما ينفعش يقول للاعب خد انذار عشان ما تلعبش ماتش. يا عم خليه جنبك على الدكه، مش ما تلعبوش. احتاجته اتزنقت في الماتش، نزله 10 دقائق ربع ساعه يمسك لك كوره. ممكن تنزله وانت كسبان يمسك لك كوره يجيب لك فاول ينفعك في الهجمات المرتده. وقول له ما تلتحمش، ما تعترضش على حكم ولا اي حاجه. اتوقف بقى، توقف. هنعمل ايه؟ ما هو ده ماتش بثلاث نقط وده ماتش بثلاث نقط. دلوقتي احنا اللي حصل فينا النهارده ده التعادل ده. اول حاجه كده لما شفت ايش واقف على الخط وهيبدل، انا ما اتفائلتش اقسم بالله. قلت اللي قاعد معاه ولا واقف اتفرج معاه، قلت له لا لا خلاص احنا هيخش فينا جون التعادل. السيناريو ده بخروج دونجا، السيناريو ده باين قوي ان احنا رايحين للتعادل، باين قوي ان احنا مضيعين فوز. وايه يا عم بنسى؟ ايه يا عم بنسى؟ هو انت ايه يا عم؟ اربطوا الحصان. بتجري وخلاص، بتجري لحد يا عم اللعبه مش النجيله كلها يا كابتن، لحد الخط الابيض. يعني انت لما تقعد تجري بالكوره وتوصل لحد مناطق خطيره وفي اتنين جنبك وبرضك ما بتبصيش لحد ما الحارس يمسك الكوره، انت عايز إيه مننا يا عم؟ يا عم مالكش ليك فلوس عندنا يا عم، خدها وامشي وسيبنا في حالنا عشان العمليه مش مستحمله. احنا داخلين على ماتش الاهلي وطلعت قلت الكلام ده. قلت هنتعثر في ماتش الجونه عشان احنا مش مدين له اهتمام، وهنلاعب الاهلي واحنا فرق بيننا نقطتين، ولو لا قدر الاهلي هو كمان كسبنا يبقى الاهلي بعد الماتش الباي بتاعه لو لعبه هيفرق عننا. يعني بعد كل ده بجد احنا بنضيع اسهل دوري كنا ممكن ناخده من الاهلي. الاهلي ضايع حرفيا النهارده. الاهلي حتى لما هو بيكسب الحرس وحش جدا جدا جدا. انت بتضيع ماتش المقاولين بكل سهوله نقطتين، ماتش دجله 3 نقط بكل سهوله. المشكله احنا بنضيع ماتش سهله قوي. يا ريت بتلعب بقى الفرق الصعبه. يعني انت المصري كسبته والسيراميكا كسبته، يا عالم هتعمل ايه لما تلاعب بيراميدز؟ لا بجد في حاجه غريبه. رحت خسرت من وادي دجله وتعادلت مع المقاولين، والنهارده بتعادل مع الجونه. 9 نقط حرفيا حرام، ولا 7 نقط حرام كانوا ما بقاش في جيب نادي الزمالك وفي عبه نادي الزمالك. احنا بجد تعبنا، نعمل ايه؟ مش فاهم. يعني برضك الوم على يانك فيريرا، تغييراته النهارده هي السبب اللي دخلت الجونه الجيم. راح يلعب لي ايشو ويفضي له نص الملعب. طب دونجا خرج مصاب غصب عنك، هتعمل ايه؟ طب ما تلعبش بقى ايشو واحمد حمدي وناصر ماهر ما بيدافعش، وعبد الله السعيد كتر خيره الدقيقه 80 هيدافع هيلعب 6 هو مثلا، وناصر ماهر خلاص واحمد حمدي ما بيدافعش. هو ده السيناريو اللي انا كنت حاسه وقلته، وطلعت وقلت والناس قالت لك روح درب انت احسن. بس يلا الحمد لله، وربنا عوضنا في ماتش الاهلي خير. ويمكن الماتش ده فوقنا قبل ماتش الاهلي، يمكن كنا نخش ماتش الاهلي بثقه زياده ولا حاجه وناخد على وشنا، وان شاء الله نكسب الاهلي سكور. سلام يا اخواتي.